المهم خلال فترة البعثة انه وجد شخص مبتعث معنا وسكن معي بنفس الغرفة، وكنت ضايق منه وحاول ابتعد عنه. المواضيع اللي يفتحها كلها مواضيع مخابراتية، اساليب تجريب، يشوف يعني اسلوب التعامل معك هو اسلوب، والشخص هذا يعني في عنده صفات ما طبيعية يعني عموما. فكنت اتهرب من السكن معه في الغرفة واروح اسكن اروح اقضي وقتي مع الشباب اللي بعمري يعني، الشباب اللي عمرهم 18 سنة و20 سنة و19 سنة. يعني انا كان عمري وقتها 18 19. فهذا الشخص كان يعاني من شيء اسمه شقيقة. اول مرة بسمع الكلمة يعني، ما بعرف شو هذا وقتها. ويقول انه بيروح لعند شيخ، عنده شيخ ايه، وهذا الشيخ قال بيقرأ عليه وبيعطيه حجاب، ما بعرف شو بيعمل. المهم يعني من هالحكي هذا، والله وانا منها كلمة لكلمة قلت له والله انا كمان حاسس انه مثل علينا سحورة، علينا شي شغلة يعني، من هالحكي هذا. اول واحد قال بفك سحر او شيخ بفك سحر. شوف الحكي كيف بيصير. حلو، كلام جميل. طبعا الجو اللي انت فيه مخ صار بلش يختلف من ناحية يعني الأجواء اللي تعودت عليها في المدينة المنورة لا ننسى. وبعدين شاب لسه يعني عمرك طبعا 18 ونص سنة أو 19 سنة، مواليد 85 سنة 2002 خلصت الشهادة، سنة 2003 صرت في موسكو على حساب وزارة التعليم العالي السورية. الفكرة كالتالي، الفكرة أنه هذا الشخص بطريقة ما أعطاني رقم تليفون شخص آخر في دمشق في معظمية الشام. وهذا الشخص هو عبارة عن شيخ بيعالج وما بعرف شو هيك على ما أذكر، بيعالج آلة من السحر أو بيفك السحر إذا عليك سحر أو شي شغل يعني من هالحكي هذا. حلو. طبعا هو شو اللي صار؟ هو اللي صار انه الانسان خف علاقته بالله سبحانه وتعالى. يعني انت على التواصل بالله سبحانه وتعالى بالمدينة المنورة بنحافظ على الصلوات الخمسة في المسجد. يعني دائما مسجد الحرم، المساجد في السعودية منتشرة بحيث انه مساجد موجودة بشكل انه دائما بيتك اذا اقرب مسجد لإلك يعني في حدود ال 500 متر لا اكثر يعني، او اذا مو اقل من 200 متر ل 500 متر. ف وهذا واللي معه سيارة بيصلي بالحرم. يعني جو المدينة المنورة، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، فقد. صلاة الجمعة فقدت. صوت الأذان، صوت الإقامة، صوت تلاوة القرآن، أجواء الناس اللي تذكر الله سبحانه وتعالى، ذكرك بالله. صار أي شيء هو عبارة عن تدقيق على تصرفاتك، والجو المحيط فيك تخويفك من الدين، تخويفك من الأمور اللي بتخليك شخص تخاف من دينك، تخاف تقول مسلم. يوقفك الشرطة يمسكوا الباسبور، الشرطة الروسية تقول لك اوه من المدينة وين طلع فيك سوريا. ما عنده مشكلة مع سوريا، بس يقرأ بيرث سعودي أرابيا مدينة منورة يقول لك طلع فيك، يقول لك القاعدة. ايوه كطالب جديد ترتبك. وكان وقتها قصة أسامة بن لادن وناطحات السحاب وما فين، ونزلوها بامريكا العام. الدنيا خربانه مو مزحه يعني، بتعرف وبتسمع قصص انه في عالم بياخذون على التحقيق وبيجردون لا ما لا ما لا. نزلت على سوريا بالصيفيه. أه حضرت عرس عمي ابو علي. رجعت على رجعنا على درعا. رقم هذا الشخص ومثل شيء يشدني لإله يعني، بسم الله الرحمن الرحيم، وتقول انا كانه هو هذا الشخص، كانه هو في الحقيقة هذا الشخص طبعا طلع ساحر بعدين، ولكن أنا بشكل غريب مشدود لأني أروح لهذا الشخص بشكل غريب يعني. وللأسف رحنا لعند هذا الشخص، تواصلنا رحنا لعند هذا الشخص ولا معظمية الشام. وصلنا في لحظة هيك أذكرها إلى الآن ما تروح عن بالي. جينا لعند الحارة هاي بالتاكسي أنا وأمي وخواتي.
شوفير، انا قاعد جنب شوفير التاكسي، في شخص باين عليه هيك يعني لابس ثوب ووقت اذان المغرب ومتجه للمسجد. والله العظيم اذكر الى الان انه هذا الشخص سألنا قلنا له في شيخ اسمه فلان ما بعرف مين، طلع هيك والله العظيم اكتئب وشه هيك، طلع يعني كشر انه يعني شو لا ما سحب حاله ما بعرف. سألنا حدا تاني قام دلنا انه هون. فتنا لعنده على البيت، معلق دفوف هاي البيت، قصير القامة، هيك منظر حدة عيونه حد كتير بتطلع فيه هيك. بسم الله الرحمن الرحيم، شو مو طبيعي. انا عم بضحك هلا لكن راح اقول لكم شو بلش. اول ما قعدنا ضيف الكل قهوة قال سوريا معروف ضيف قهوة. قعدنا على الارض. آه، الجو بلش يختلف بعد فترة، بتشعر بسم الله الرحمن الرحيم الجو اللي انت قاعد فيه بلش يختلف، في شيء بلش اللخم، لانه القهوة اللي شربنا اياها فيها اثار سحر. اختي انعام شافتني في حالة مزرية وكإنسان حقير. ليش؟ أنا قاعد أنا وأخي محمد وعلى يميني الساحر في الغرفة بشكل مربع، مقابلي أمي وأختي إنعام وآمنة وزينب. لما الساحر على يميني قاعد يحكي، يطلع فيي، يطلع ما بعرف شو يحكي وكذا، يقول طلع في يقول لي عم تفهم، يقول لي أعطيني راسك لشوف. وحط ايده على راسي، انا طخيت راسي، انا يعني انت هون بس شربت القهوه وقعدت بجو، اجيت لعنده مثل لخمت يعني خلص. انت جاي بنية انك تفك سحر، شوف شو صار. حط ايده على راسي، يعمل حطت ايده على راسي، حطت مسكة جان او مسكة ساحر. حط ايده على راسك هيك، وقاعدين طبعا، ويطلع فيي هيك، يرفع يطلع فيي وانا مثل ما الخم، يقول لي عم تفهم؟ انا عم طلع، ما عم تعمل هيك، ما عم تفهم شو بده. الى الان اذكر كلمة عم تفهم، عم بحكي هيك بشكل انه شو عم تفهم انا عم بصفن في، بهز راسي على هزة ايده على هزة راسه. ما بس المنظر اللي شافته اختي انعام وامي خواتي، قالوا لي ابراهيم انت حط ايده على راسك، منظر عم بذلك، منظر انسان ذليل. انا استغربت شو وين يعني مثل كانه بالعاده الوالد رحمه الله عليه لما يقول لي بابا تعال جنب او امي تعال ارقيك يا امي، يعني اقرا عليك الفاتحه وايه الكرسي المعوذات وتغتسل او تتوضا من الهي من صيبة عين او من سحر او من شيء. لكن هذا اسلوبه ساحر واسلوب جان واسلوب كذا. الوالدة اللي قاعدين مقابلي شافوني في منظر ذليل، والله اعلم الامور اللي عم بتصير هون هي كلها متصلة ببعضها. ليش؟ لانه سوريا تعتمد على كلام السحرة، مخابراتنا السورية تعتمد على كلام السحرة بشكل لا يستهان فيه، وروسيا وجزء كبير من مخابرات العالم يعتمدوا على كلام السحرة. وهذا الحكي خطير جدا. انا بعدها ما بعرف شو امي، ما بعرف شو حكت، ما بعرف شو صيحت، ما بعرف شو حكت، صار في شيء انا هون مثل الملخوم. قعدنا التاكسي شوفير التاكسي تقول اغمى عليه يا زلمه، نام تماما. صار يشخر وقاعدين احنا. لما سحب حالك طلعت على طلعنا جينا نطلع من البيت، يحكي الحكي فيه احيانا بيحكي بشكل نافر يعني. ما محمد اخوي الله يعني يهديه ويحفظه او يحفظه اولاده، قال لي ابراهيم انا ما ارتحت له، ابراهيم هذا مو طبيعي، اسلوبه مو طبيعي بخوف يعني. ما محمد يعني رب العالمين سبحانه وتعالى نور بصيرته، اما انا بعد حياتي وين انسى. رحت على شو اسمه، رحت على شو بسموها، اللهم صل على سيدنا. جينا لنطلع من عنده من البيت، هي لحظة مهمة. الوالدة تقول لي، الوالدة انهمرت دموع. انا استغربت وانا صرت قال يحكي بطريقة يحاول يشعرك انه في نوع من انواع الخشوع او شيء، وهو عبارة عن تأثير السحر. تمكن السحر من الشخص، من اذا اراد الله سبحانه وتعالى من تمكن السحر من انسان، رأيته اما يعني وتلبس الجان هو بالضحك الشديد او بالبكاء الشديد. وانا وقتها يا رجل انا ما عم بفهم شو عم بيصير، بس صب علي نوع من انواع هيك. قال يعني تفسروا انتم مثل خشوع. لا مو خشوع، هو مو هيك الخشوع لله سبحانه وتعالى. شيء يجبرك على البكاء، وشيء يجبرك
وشيء مثل يبلش يكتم على صدرك. وقال بده اعطيناه فلوس، قال يعمل احجبه حجاب. يا رجل اختلفت الدنيا يعني. والوالده نفس الشيء. وصار يحكي حكي، هذا الحكي منه قال بناخذكم على الصحراء، وشوفي اذا حدا تزوج من خواتك ومن بناتك ما راح يخليهم يتزوجوا. حكي صار يحكي حكي. واللي ما بعرف مين هذا انا يحكي، اسمع كيف يحكي، واللي ما بعرف كذا فلان هذا انا، واللي يسوي هيك انا، وهذا ما بعرف شو انا. انه يعني انه يعني لما هو حكي مخابراتي، بس الى وقتها ما حدا فهمان عن الله، استغفر الله العظيم، ما حدا فهمان عن إرادة الله فينا، ولكن ما حدا فهمان عن شو عم بيحكي هذا الشخص تجاهنا، شو قصده. عند الخروج الوالدة بكت كثير، نزلت دموعها وعافي. وأنا على التأثير السحر رحنا على البيت، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اختلفت والوالدة اختلفت، ورجعنا لعنده. قعدنا عنده مرة تانية. انعام أول شيء قعدنا وقام، طلع فات، وزع علينا كل واحد حجاب ملفوف هيك، ملفوف ببلاستر طبي او شي شغله. وزع علينا كله. بعدين قعد طلع بانعام، قال له لا انت اخر شيء. سحب حاله قام، وبعدين رجع واعطاها اياه هيك، وعم بيوقرها وبيحترمها قال وما بعرف و بسم الله الرحمن الرحيم. شي طلع دمهم، دفعنا المصاري وسحبنا حالنا. انا عندي الطلعه جيت لسلم عليه. طبعا انت ملخوم، انت هون جيت لعند ساحر، انت اكلت الخازوق. طبعا قبل ما نوصل لعنده راح اخذونا لعند ساحر قبله وغير هيك. قعدنا عند ساحر قبله كمان، قال يعني فيك سحر، قال عوادي الجن اسمع. مسك عصايه قال يحطها هيك مثل المسيحيه، يحطها على كتاف امي اصفن فيه بسم الله الرحمن الرحيم. قل له هاي معلم جو سوريا. يا لطيف والله، يا الشعور وسخ يعني، الشعور بسم الله الرحمن الرحيم، الشعور مريب. آه عند الخروج جيت لسلم عليه، ما رضى يسلم عليه، قام ضربني بايده اليسار، ضربني بايده اليسار هيك على هون اسفل جهة قلبي هون. بسم الله الرحمن الرحيم. قعدت فترة توجعني يعني، بسم الله الرحمن الرحيم، قعدت فترة انه مو طبيعي الضربة هاي، انه مثل، لانه هدول اغلبهم بيستعينوا بالجان يعني ليه. فلذلك تلاقيني منزل فيديوهات للشيخ طاهر المقبل، واسلوب كشفه لحقيقة السحرة وشو كيف بيتعاملوا. هذا هاجم عليه بسطورة وما يقدر انه بالفعل موجود في يعني. بتيجي انت متذكر شيء وحافظ وبتعرف حالك انه هذا هيك قضيتك، بنسوك بقلب القضية. مثل اختي انعام تعرضت لسحر وإيهام العالم وكأنه هذا زوج أخته، وهو فعليا نصاب من الفرع من المخابرات، بعثوه باستخدام السحر لترويضنا، لاغتصاب أختي. اغتصبوا أختي إنعام وكتبوا عقد زواج، وهي مثل ما مبدأ التنويم المغناطيسي. أختي إنعام أكبر مني في سنة، أنا مواليد 85، هي مواليد 84. بعدين هلأ قال ما بعرف كيف صارت بالعراق، قال تشتغل، وأنا عم بصفن فيها. كانت بدها بس إنعام بتقول لا أنا برات سوريا ما بطلع، وبس بدها تسوق سيارة لحتى تأمن طلبات البيت. فجأة هذا بعته شخص عليها، استخدم السحر عليها، أذاها. أنا بعدها في رجعت على البيت، والله انزل مع أخي محمد اتمشى، أجيب الحارة بالضاحية بدرعة، والله العظيم أشعر مثل خصلة شعر بتمي هيك. بسم الله الرحمن الرحيم. بلش شعور مختلف، أنام مطل المصربع، أقوم مثل كأنك حدا خابطني عم بيخبطني. اختلفت تماما. امي اطلعت صارت والله تبكي تدعي امي، شو مثل مصروع، صرت مثل مصروع. طلعت على موسكو بالجامعة، مختلف تماما. اشغل قرآن لحتى اقدر انام، اشغل سورة البقرة اسمعها لحتى اقدر ارتاح شوي وانام. طبعا الاحجبة هاي اللي اعطوني اياها امي عند السريع انتبهت له، ثاني يوم دقت له بهدلته وقالت له لا انت ساحر، انت مانك شيخ من هالحكي هذا. وسبحان الله، فبس فكينا السحر. كان عندنا ماء زمزم من المدينة المنورة، الوالد بعتنا عندنا جالونات، هاي 20 جالون قبل ما تصير هاي الحديثة، هاي التعبئة الحديثة. كان زمان تروح تعبي وتبعت في الباص. فرحنا كان عندنا، ففتح في طاسة من ستانلس وعبيتها مي زمزم. وانا اكثر واحد تاثرت بالهاي، وقلنا هذا حطوه بالمي تخز، وهذا ما عارف مين، وقلنا هاي احج بيروحوا علقوها على باب درع، على اول مدخل درع شي شجره، عشان قال اللي يجي ولا طريقه سحره. وطلعنا بسم الله الرحمن، تشعر حالك انك عم بتطيع حكيه، وبنفس الوقت مثل مسير ما انك مخير. بسم الله الرحمن الرحيم.
هاي التأثير خوف يعني قلة الصلاة أو الوجود الإنسان على نجاسة أو قلة أو عدم طهارة أو قلة الصلاة أو الابتعاد عن القرآن أو ابتعاد، يا لطيف يعني. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فوالله العظيم وقت فكينا هاي الأحجبة، اسم كل حجاب مكتوب فيه كلام طلاسم. أنا الحجاب اللي فكيته وقتها إنه شيء له علاقة بالمنابر، أي شيء له علاقة بالهاي، وكله كلام كفر بالله عز وجل، آيات القرآن مقلوبة. حطينا هذه الأوراق هاي اللي هي فيها طلاسم سحر في طاسة الماء الزمزم. والله العظيم لما حطيت الحجاب اللي قال هذا كل واحد له، والله كأنه صخرة من نار أو شيء من نار على صدري وطار وبعد. أقسم بالله العظيم شعور أول مرة بشعر فيه. حطيت إيدي على الطاسة هاي امسكها، بسم الله الرحمن الرحيم، مو ماء زمزم، ماء رب العالمين مبارك وطاهر ورب العالمين سبحانه وتعالى زمزم لما شرب له. والله بس قدمت ايدي على مي زمزم، انه هي الماء الزمزم مع هذا السحر اللي نزل فيها، والله شعرت حالي كأني ماسك بريق شاي مغلي، كأنك ماسك يعني قدر او شيء مغلي، حرارة عجيبة على ايدي وجدت. انا مثل لدعت هيك. بسم الله الرحمن الرحيم. والله العظيم وقتها اذينا اذى عجيب، اذى عجيب. بعد ما فكينا هاي الاحجبة اختلفنا، ارتحنا في البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. صرنا مثل المجانين، صرنا نتخابط ببعض مثل المجانين، امي انا اخواتي والله العظيم شيء مخيف. انا اتصلت على ابوي الله يرحمه واحسن اليه تحت تاثير هالسحر، واحكي معه واصيح، يا رجل ابوي يا حرام، يا حرام الله يرحمه ويحسن إليه. يا إلهي يا إلهي يا إلهي. شيء مخيف، شيء مخيف. جو مريب، جو مخيف. بس فكينا هاي الوحجة، حطينا ماء زمزم، خفت الأعراض تبعت السحر. طلعت على موسكو، تعرضت لنوع من أنواع شعرت أنه مثل في شيء يعني بده يتلبسني، وأنا إذا قرأت القرآن راح يبعد عني، وبنفس الوقت لسه تأثير هذا السحر وكأنه موجود لأنه شربنا عنه. والله مسكت حالي وأحاول أقرأ القرآن ومثل كأنك مصروع، بس مو مصروع، أنا واعي على اللي عم بصير وعم بحاول أقرأ قرآن وكذا. مسكت حتى جرحت نفسي في بال ب مقص صغير، جرحت نفسي إنه مثل إنه بتقرأ إنه في إنه مثل مكان يطلع منه الجن، إنه يعني رب العالمين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا اللي صار. وأنا ظهرت قدام العالم. أنا سكنت في غرفة مع شاب اسمه مصعب ناعس من سوريا مبتعث، وكان جارنا بالغرفة بلوك، هو غرفتين وتواليت ومحمام، وغرفة جنبنا كان فيها شاب تونسي، أمه روسية وأبوه تونسي، وولدان بالسكن الطلابي هذا يعني معروف في الجامعة، ابن الجامعة. وشافوني، ومثل هذا الشخص اللي يعني هذا مصعب ما يقوم مثلا يحاول يعني أنا مثل يعني اقرأ وكذا، واستفرغت وصار يعني صار تصرفات غريبة وكأني مصروع أحاول أقرأ قرآن أنا، ولكن الشيء صار معي وكأني اتضايقت كثير، وكأنه نوع من أنواع استلباس الجن أو محاولة تحكم الجن فيني أو عدم قدرة تحكم الجن فيني، أني كنت أحاول أسمع قرآن دائما. فسبحان الله هذا اللي صار. فأنا شعرت حالي إنه يعني مثل أصيح مثل كذا، هو مسجان أشبه بالصرع، لكن أنا لا بحياتي تعرضت لصرع ولا شيء، ولكن هي بسبب هذا الساحر. بس تشعر حالك انك انت واعي، بس بنفس الوقت اللي عم بصير معك هذا يعني ليش. بسم الله يعني شيء مخيف. وجرحت نفسي هنا في ايدي هنا في هاي المنطقة. يعني انا متوقع، انا وهمي وقتها انه امشرح نفسك، انه خلي بركي الجن يطلع، لانه في شيء غريب فيني يا اخي، ماني طبيعي. انا عم بعرف حالي لازم اقرا القران، في بركي هذا اكيد في جن بده يستلبسني وماني طبيعي. طبعا انا هذاك عن تتهيأ لك يتراءى لك بعض الامور. اختلف مخي، ضرب مخي وقتها. بسم الله الرحمن الرحيم. فالله يجيرنا. طبعا انا هذا مصعب ناحس راح اشتكى على الشيء اسمه على السفارة اتحاد الطلاب. كان حسن منصور نائب اتحاد الطلاب، طبعا بحب هو وابوه كمان بالسياسة معروف يعني، بس عائلة لها علاقة بالسياسة في سوريا، العلويين المنافسين لبشار لحافظ الأسد. فهو من نائب رئيس اتحاد الطلبة، كان موجود هناك بالشيء اسمه بالهاي
كان موجود باتحاد الطلبة في موسكو. واجا مصعب ناعس وقعد يحكي انه ابراهيم عم مصروع، وابراهيم عم ما بعرف شو كذا ووقتها حتى يقعد يحكي معي مصعب شو يقول لي انت ابن امك، ابن امه. شو هذا ابن امه؟ هجمت وقتها ضربته بوكسين على حنكه وصار مشكلة، وانتقلت من الغرفة اللي انا ساكن انا وياه لغرفة سكنت مع واحد صيني. وبعدين اللهم صل على سيدنا محمد، انتشر الخبر عن ابراهيم النابلسي انه ابراهيم مصروع مجنون في السكن. والشاهد كان طالب التونسي. ليش هون اول ما جيت حطوا لي وحده تونسيه بمكتب العمل بشمال السويد. وتاني شيء مصعب ناعس الشاب السوري يعني وهاي ما شاء الله وعيش حياتك. طبعا المخابرات ما بتفهم انه سحر وما سحر، مع انهم هن اللي سووا لك سحر. يعني هذا الشخص اللي كان موجود هو المفروض، يعني هذا اللي كان موجود معه اعطاني رقم الساحر ووجهني باتجاه، يعني من اشخاص او هي من عيوب الموجوده في المجتمع السوري. وغير هيك المخابرات بيقول لك بركي الساحر بيقول لنا شيء معلومه. طبعا هذا الساحر كان يذكر عن نفسه انه كان يتواجد في السعوديه ويحطوه بالحبس، وبس يحطوه بالحبس يسحب حاله ويلاقوه شو اسمه برات السجن، يحطوه بالسجن ويجوا يسكروا الباب يلاقوه برات السجن. هاي اعراض السحرة. هذا الشيخ طاهر المقبل من احدى الامور اللي يذكرها في احدى القصص يقولها، الله يذكره بالخير الشيخ طاهر المقبل، انه والله العظيم خطر السحرة خطر 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 عظيم يعني. فتلاقيه يقول لك في احد السحرة يطاردوه، فاذا غفلوا عن قراءة آية الكرسي ولو للحظة هذا الساحر يركض مثل يطير، الجان يساعده يطيره ويساعده. وبس يحافظ على تلاوة سورة آية الكرسي خلال مطاردة السحرة بعض تلاقيه يتلعثم الشياطين ما تقدر تساعده، يتلعثم ويتكعبل في الأرض أو يتدعثر ويسقط. فحسبنا الله ونعم الوكيل. طبيب الإنسان هو نفسه تمسك بآيات الله سبحانه وتعالى، قراءة القرآن، الحفاظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، الحفاظ على طهارة الإنسان من الجنابة من الاحتلام، حفاظ على تطيب، حفاظ على حفظ القرآن، حفاظ على الأذكار الصباح والمساء، الحفاظ على صلاة الجمعة، صلاة الجماعة، صلاة الفجر، الحفاظ على حلقات الذكر، مجالس العلم اللي مثل المدينة المنورة موجود فيها حلقات الذكر اللي هي شرح العقائد، شرح الأحاديث، التفاسير القرآن الكريم. يعني هاي المقصود فيه. هي كلها أمور تطرد الشياطين وتعيد الإنسان إلى حالته الطبيعية اللي الله سبحانه وتعالى فطره عليه. فلذلك أنا وصمت بعدين بعد مر سنوات حسن يواجهني بكلامي اللي لا أنت عم بتمثل، أنت خايف، أنت أصلا تتبع للمخابرات الأجنبية الأوروبية أو الآسيوية أو السعودية أو غيره وغيره، وأنت خايف إنه إحنا نعاقبك، فأنت مثلت علينا إنه مصروع، إنه يلا اتركوا هذا مصروع. وأنا حياتي تدمرت يعني. معاملة الشباب بالسكن الجامعي معي من غير شيء كانت مؤذية. غير هيك مصروع دمار الشامل. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يعين، الله يرحمنا برحمته. حسبنا الله ونعم الوكيل. تتذكر ما تنعاد. مثل اخونا عمر ذيبان كمان في احدى فيديوهاته بيقول لك عن السحر الاسود وما السحر الاسود. كون على ثقة، كل ما تمسكت وكنت قريب من الله سبحانه وتعالى كل ما كانت اعراض السحر خفيفة مهما كان قوي، وكل ما ابتعدت عن دين الله تمكن منك السحر وتمكنت منك الشياطين. فالله يجعلنا من أهل القرآن، والله يجعلنا من الناس اللي بيتمسكوا بالدين الله سبحانه وتعالى وبيحافظوا على دينهم وعلى صلواتهم. الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فهي من إحدى الأمور اللي أنا تعرضت لها، وشيء مخيف وشيء مؤذي، وأذيت وصار اختلفت تصرفاتي بالجامعة، وأنا فهمان إنه مختلفة أموري ومو قادر أسوي شيء، لأنه وكأنك من يعني ابتعد عن حمى الرحمن سبحانه وتعالى تلقفته الشياطين. فالله الله لا يبعدنا عن الله سبحانه وتعالى. حسبنا الله ونعم الوكيل.
السلام عليكم.